نقول طبيعي احنا مع المواطنين، احنا اللي اخترنا ان يكون اجتماع جماهيري، ما حبيناش نجتمع معناها بالإطارات الجهوية فقط لراسه. دورنا هو ان نستقبل المواطنين، نسمعهم معنا، نقول لهم شنو هي المشاريع اللي خصصت، والحمد لله احنا ما عندناش مناش نحجبوا، لان جينا بميزانيه كبيره برشا لولايه سيدي بوزيد. هذه مش ميزانيه على سيدي بوزيد، هذا حقها، واحنا جينا باش نعلن انه انتهى عهد تهميش سيدي بوزيد وانتهى عهد تهميش كل ولايات المؤسسه. وقت اللي انا في وزاره الفلاحه في ميزانيه 79 مليار لولايه سيدي بوزيد، وقت اللي ميزانيتها كانت 2010 فقط 28 مليار، وسنة 2011 بعد الثورة اللي فرجتها سيدي بوزيد كانت فقط 40 مليار. اليوم أنا جبت ميزانية 79 مليار. هذا علاش؟ لأن هي منطقة فلاحية، وطبيعي أن ميزانيتها في وزارة الفلاحة تتضاعف تقريبا من 2011 ل 2012. المشكل الأساسي هو التشغيل. ما هو كل واحد يعرف انه وقت تكون ثم المشاريع مش تجي في التشغيل، لان المشاريع هذه ما تعملش بدون تشغيل. فدورنا واللي حبيت نقول للخيان هنا انه دور التنميه في سيدي بوزيد وداير في كل الولايات الاخرى هو مسؤوليه جماعيه، مش مسؤوليه الحكومه برك. وقت اللي الحكومه تعمل ميزانيه وتقول مش نعمل منطقه صحويه ويجيوا بعض المواطنين يتعرضوا وما نخليوش القنوات توصل للمنطقه الصحيه، المشاريع مش تتعطل. وشكون مش يخسر؟ مش يخسر شعب سيدي بوزيد. وانا للاسف الشديد في ولايه سيدي بوزيد عندي برشا مشاريع متعطله، صحيح الاغلبيه يعني مشاريع معناها تمشي بشكل عادي، ولكن عندي تقريبا 20 مشروع متعطلين. واغلب المشاريع المعطله اما لانه فما مواطنين معترضين على باش يتعدى الضوء من ارضهم ولا باش يتعدى الماء من ارضهم، هذه الاغلبيه. ولكن فما شويه كذلك تعطيل من الاداره وخاصه من شركه الكهرباء والغاز اللي عندها تعطيل في تنفيذ المشاريع اللي التزمت بها. واحنا دورنا هنا باش نشوف مع السلطات الجهويه كذلك مع السلطات المركزيه كيفاش نذلل الصعوبات تاع المشاريع المتعطله. بين المعوقات وربما الوضع الامني زاد ما يخليش الناس. اي ما هو انا تكلمت على الاعتراض على المشاريع، هو شكل من اشكال الوضع الامني، لانه وقت اللي المواطنين يعترضوا بدون وجه حق، لانه الاصل المصلحه العامه مقدمه على المصلحه الخاصه، فبالتالي فما قانون يحمي، والمفروض القانون يجري مجراه والمشاريع تتنفذ. اذا فيه وضع امني يخلي القانون ما يمضيش، فهذا باش يكون في عرقله للتنميه. ولكن على جينا باش نحملوا مسؤوليه الناس الكل، الناس الكل زي ما تحمل مسؤوليه. التنميه ماهيش مسؤوليه الحكومه برك، مش باش نتفصل مسؤولياتنا ولكن باش نذكرهم بمسؤولياتهم. الناس اللي خذوها بشكل غير قانوني يلزمنا معناش خيار غير ان نتبع الاجراءات القانونيه، وعندما نتكلم على الاجراءات القانونيه بالضروره يلزم برشا وقت. احنا عندنا 5 شهور فقط، احنا الان شبه انتهينا من تحديد الضيعات اللي ماهيش قائمه بالواجب وماهيش محترمه كراس الشروط، وهناك اجراءات باش يقع سحب الاراضي هذه من الاراضي الفلاحيه انتم ربطوا تمليك الناس باراضيها الفلاحيه بمبدا الناس اللي قايمين بالتجوير. لكن في ولايه سيدي بوزيد منطقه كبيره فلاحيه الاغلبيه تقبل التجوير، بيجوا 2 ولا 3 فلاحه يرفضوا التجوير، ما يتعملش التجوير في المنطقه هذيك. الشرط هذا شرط صحيح برشا في سيدي بوزيد، وماهيش الناس كلها باش تنجم تملك اراضيها الفلاحيه. نعم أنا عارف أنه هذه مشكلة، على فكرة هي مش تابعة وزارة الفلاحة، هي تابعة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وهذه مشكلة عقارية. وللأسف كما قلت قبيلي كل وين أمر يتعلق بالقضاء ماك عارف احنا نحبوا نعملوا دولة يحترم فيها القانون، وما حتى وزير، لا وزير الفلاحة ولا وزير العدل قادر يعمل تليفون للقاضي ويقول له احرسني في الملف هذا ولا احكمني في الملف هذا. بالتالي هذه ضريبة الديمقراطية الحمد لله، وهي ضريبة إيجابية
فيها بعض المساوئ انه القضاء ياخذ مجراه والوزراء مش من حقهم باش يدخلوا في شيء. الوزير مشكله هذه هي مشكله وحل في نفس الوقت. في ولايه سيدي بوزيد مشكله تمليك الاراضي الفلاحيه هي مشكله، لكنها هي الحل لاهالي سيدي بوزيد، لان منطقه فلاحيه ناس عندها اراضي وما ماهيش منجمه اللي هي تعمل قروض باش تستثمر الاراضي نتاعها. يلزم تلقوا لنا حل في اقرب وقت المشكله هذه. على كل حال انا تكلمت مع سيد وزير املاك الدوله وهو امام المجلس التاسيسي قال على انه عاطي اولويه الملف هذا، وان شاء الله نتقدموا فيه في السنه هذه بشكل اسرع بكثير من السنوات اللي فاتت. ان شاء الله قبل ما تخرجوا باش ما تجيش الحكومه الاخرى وتزيد تعمل لنا نفس الروتين الموجود.